21 احمد شوقي 7 نور تاني 31 احمد مازن 37 صموئيل نصر و19 احمد خليل 35 عمر يوسف 22 بدلاء كاس العالم محمد فتحي رائد منسي 8 محمد الصديقي 23 سعد نور 13 احمد حسام 17 خالد 6 حكم رابع أسامة الحسيني على شمالنا النادي الأهلي. وادي حلوة اهي واهي ودومينيك والعرضية وهوبا يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا متعب دخل الشبكة واتعلق فيها والكرة خرجت بره. جميلة 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 جميلة. دومينيك يلعبها عرضية ويتلخم فيها يحطها في رجله مش بره شوية، حطها في رجله صعبة شوية لكن مع اندفاع في منتهى القوة لعماد متعب في حراسة اللاعب رقم للنادي الأهلي يوم 23 الشهر ده في برج العرب إن شاء الله. حصل موافقة من الداخلية بلعب هذه المباراة بجماهير وادي الكرة اهي. وادي دومينيك اهو. دومينيك كان لازم يلعبها عرضية مش في رجله قوي كده، دخلت على رجل عماد قوي ما قدرش ان هو يحرك جسمه فيها عشان يلعبها بشماله ويلفها اللفة الحلوة. وترقب من ناصر فاروق، عرضية عالية خطيرة في ايد ناصر على طول. يا ولد يا لعيب ناصر ياخد ترجع مرة تانية لعاشور يفتح هناك في الشمال في اتجاه دومينيك جميلة واللمة والتانية هوبو يا ولد حلوة. الهدف الأول أعتقد، بس فينك يا مخرج وفين الفرحة؟ ورينا يا سيدي ورينا. معرفش لغاية دلوقتي ما اداناش الشكل، لكن هدف روعة. دومينيك الراجل قلع من كتر ما اتبهدل يا عيني. ادي سنة ابيعك ما بيعكش، احطك على القايمة ما احطكش، اأيدك افريقي ما ايدكش. لكن الجمال شفتوا التيشيرت الحلو اللي عامله النادي الاهلي، تيشيرت اسود ب 72 وهدف روعة 72 شهيد طبعا للنادي الاهلي عمرنا ما هننساهم على الاطلاق. وتسديدة روعة بشماله دومينيك. والهدف الاول للنادي الاهلي بتوقيع دومينيك. يرجع بالسلامة وليد سليمان مفيش مشكلة. وادي الهجمة مرة تانية، وادي سيد حمدي والعرضية أرضية وهوب وهي ولسه لكن واقف متسلق مش واقف. حلوة من متعب ومرة تانية على صدره والنقلة وهوبا عالية من رامي ربيعة. أبو خليل تتقطع لأحمد شديد قناوي يا لعيب. حلوة جدا. سيد حمدي وعماد عرضية يا نهار أبيض. حلوة. عماد متعب اخترق بازيد يفتح هناك خالص في اليمين في اتجاه اللاعب رقم 8 يزقها كده، لكن معشور تعدي من تحت رجله مقطوعه الغزل للمحله من ناحيه اليمين. يا ولد يا لعيب عايز يعدي بيدور على حد يسند في اليمين لمحمد رزق هيحطها في اليمين اهو. وادي رافعه من ناحيه اليمين مكمل وداخل ارضيه حلوه قوي. نقله والثانيه يا ولد يا لعيب يا نهار ابيض. حلوه. يا سلام 13 دقيقة سيطرة وهيمنة كاملة النادي الأهلي. خطيرة السيد يا ولد عايز يحطها كده وهي ماشية لكن ما لبست. حسام عاشور شهاب متأسف. أحمد شديد ناوي انطلاقة من ناحية الشمال ماشي شديد وتسديدة. صاحب التاريخ العظيم وصاحب النجوم الكبار من ناحية اليمين طويلة وعالية صامويل وضربة حرة غير مباشرة وايد واحدة كلنا بإذن الله في مصر. من ناحية الشمال دومينيك دو سيلفا دخل وضربة جزاء وضربة ايه ضربة جزاء مظبوط. ضربة جزاء على اللاعب ضربة جزاء للنادي الأهلي. وشكرا للاعبي غزل المحلة لامتثال للقرار بشكل فوري خالص. وهوبا يا ولد برافو يا ناصر يا فاروق. حلوة. عبد الله السعيد كده حطها وده مكانه اللي بيلعب فيه. اللي اتفرج على عبد الله بيحط على يمين الجون على طول. اراها بخبرته ناصر فاروق. برافو يا ناصر. عبد الله
عرضية عالية من القلب على طول، ودفعة وضربة حرة لصالح نادي غزل. قدرت يعني تتماسك لفترة أطول، ممكن تخش في المباراة أكتر. وادي لا يا راجل يا راجل. توجيهات المدربين والإداريين عبد الله السعيد، وتسقيطة حلوة وأطول من اللازم، واللمة يا ولد. سيد حمدي عايز يلمها كده، لكن في أحمد شديد بيتحرك، عماد متعب ومعاه تيام، وأحمد شديد داخل، وشديد عرضية يا راجل. لا هي شوطة ولا هي باصة يا شديد. أتصور هو شهاب رامي ربيعة، استلام الرامي وماشي بسرعته، ماشي رامي ماشي رامي ماشي رامي ماشي رامي ماشي رامي ماشي رامي، عرضية خطيرة خطيرة يا راجل. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا سيد يا حمدي. مش عايزة كده خالص، ده عايزة حاجات ميسي اللي هو بينكشها من تحت من فوق الحارس اللي نايم. مش عايزة دي يا سيد، دي عايزة تتنكش من تحت كده نكشة صغيرة خالص من فوق ناصر فاروق اللي نزل على الارض. وصح طبعا نزوله جدا جدا جدا، لكن السيد حمدي حب يحطها في البعيده، بعدت جدا جدا جدا. مش عايزه حاجه هنا بقى. اللعيبه بقى اللي يعني ايه تقلها دهب. طبعا سيد لعيب كبير، لا تفرح اكيد بالاضافه لضربه الجزاء اللي راحت اكيد، ولكن كمان في هدف اكيد لغزل المحل. شديد حلو، وتسلل المره دي، تسلل المره دي برضو. الفورمه لسه نسبيا برضو، المخرجين لازم بسرعة. أحمد عبد الظاهر هنشوف. على كل الأحوال يطلق محمد عباس صفارة نهاية الشوط الأول بأخلاق عالية جدا من كل اللاعبين، والتزام روعة 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 روعة. نتمنى أن يدوم تقدم النادي الأهلي بهدف للاعب النشيط دومينيك دو سيلفا في الدقيقة 11 من زمن المباراة. أعزائي المشاهدين، استراحة قصيرة ولنا عودة بمشيئة الرحمن، مع تحياتي وتحيات دومينيك، وكل تحياتنا لأسر شهداء بورسعيد